يا جماعة أنا عايزة أجيب الديب من ديله. عايزة لما أمسك مديرة يتقال عليا دي لما مسكت بسم الله ما شاء الله عرفت تحل المشاكل اللي ما كانتش محلولة، عرفت تجيب حلول من بره الصندوق، عرفت تخلي الناس تمشي على العجين ما تلخبطوش، ما شاء الله عليها، دي كانت مديرة قوية. عايزة لما أفتح قناة يبقى القناة ديت رائعة، القناة دي تجيب أفكار عمر أي قناة تانية ما جابتها، القناة ديت كل الناس تبتدي تجري عليها وتتفرج عليها من جمالها. عايزة لما أتكلم مع حد أعرف كده اقنعه، اول ما اكلمه كده كلمتين واجيب له الادله والبراهين على طول الادله حاضره في ذهني وعلى طول يقتنع. تعرفوا ان الشيطان بيضحك على اغلبنا ويخلينا ما نعملش ولا حاجه عشان احنا عايزين لما نعمل نجيب الديب من ديله، علشان احنا لما نعمل لازم اكيد نجيب من الاخر، لازم نبقى احلى حاجه، نبقى السوبر. تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى سهل لنا الموضوع ده خالص في سورة العصر لما قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم. يعني عملوا الصالحات، مش عملوا العمل السوبر الهاي اللي مفيش حد غيرنا عمله، المخترعين، لا 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 لا، اي عمل صالح. يا جماعة عايزين نضرب في كل حتة ونروح لربنا باعمال صالحة كتير. جبر الخواطر عمل صالح، تقعد مع عيالك تذاكري لهم ده عمل صالح، تقعدي مع جوزك وتتكلموا شوية ده عمل صالح، تاخدي ابوكي او امك توديهم للدكتور ده عمل صالح. اي حاجة بتعمليها ترضي ربنا وتكون هي فيها خير ليكي او للناس اللي حواليكي ده عمل صالح، حتى لو حاجة صغنطوطة قد كده، مش لازم العمل الكبير. خدوا بالكم يا جماعة، ربنا موسعها علينا فبلاش نكشكشها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.